السلام عليكم. متلازمة تكيس المبايض هي من المشاكل الشائعة اللي نشوفها عند النساء، واليوم وبهذا الفيديو راح أحكيلكم عنها بالتفصيل وعن أعراضها والعلاج، فخليكم وياي. تكيس المبايض هو اضطراب لعملية الإباضة الطبيعية بسبب خلل هرموني في الجسم، فتلاقي المرأة المصابة تعاني من ارتفاع هرمون الذكورة أو مقاومة الأنسولين. فتظهر عدة أعراض على المرأة المصابة بمتلازمة تكيس المبايض، منها عدم انتظام الدورة الشهرية، وعدم حصول الإباضة بسبب تكيس البويضة، وعدم خروجها لقناة فالوب، فيحصل عند المرأة تأخر بالحمل. وأيضا تعاني المرأة المصابة بمتلازمة تكيس المبايض من ارتفاع هرمون الذكورة، فنلاحظ تساقط الشعر خاصة من مقدمة الرأس، وظهور الشعر في الجسم والوجه وبأماكن غير مرغوب فيها، وهذا ما نسميه بالشعرانية. وأيضا ظهور حبوب بالوجه، وأيضا خلل في هرمون الأنسولين، حيث يكون لدى المرأة المصابة مقاومة الأنسولين، فمثلا من شخص يأكل نشويات أو سكريات بالجسم، بعد فترة راح ينتج كمية كبيرة من الجلوكوز بالدم، فراح تفرز البنكرياس أنسولين، وهذا الأنسولين يروح للجلوكوز ياخذه للخلايا، والخلايا راح ترفض دخول الجلوكوز للداخل، فراح ترتفع كمية الجلوكوز بالدم، وبالتالي حتبقى البنكرياس تفرز أنسولين بكميات كبيرة، فتصير مقاومة الأنسولين. وأيضا من الأعراض الأخرى هي ضمور حجم الثدي، بالإضافة إلى زيادة الوزن والتوتر والعصبية. أما بالنسبة للعلاج، أنصحكم باتباع حمية غذائية خالية من السكريات والنشويات مثل الكيتو دايت حتى نتخلص من مقاومة الأنسولين، وأيضا ممارسة الرياضة وتقليل الوزن، وأيضا النوم المبكر وترك السهر، لأن السهر يرفع هرمون الكورتيزول اللي يسبب قلق وتوتر ومقاومة الأنسولين. أما بالنسبة لعدم انتظام الدورة الشهرية وخربطة الهرمونات، يرجى مراجعة الطبيب لأخذ حبوب التنظيم. أما الشعر الزائد يتم علاجه عن طريق الليزر أو طرق تجميلية أخرى. أما إذا كان التكيس شديد ولا يستجيب للعلاج، فيتم اللجوء للعمليات الجراحية. أما بالنسبة للنساء اللي يردون يحملون بصورة سريعة، فممكن يلجؤون للتلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب. أما كأدوية فأنصحكم تستعملون الميتفورمين اللي موجود بالاسم التجاري جلوكوفاج، هو يخفض من السكر ويقلل من الوزن ويعالج متلازمة تكيس المبايض. وأيضا أنصحكم بمنظم للدورة الشهرية مثل بريمولود إن أو دوفاستون. أما كمكمل فأنصحكم بمايو أنوسيتول اللي يعالج متلازمة تكيس المبايض ويعمل على تقليل هرمون التستوستيرون والدهون الثلاثية ومنع ارتفاعهما، بالإضافة إلى أنه يحسن وظائف المبايض ونشاطهما عند المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، وأيضا للي يعانون من الوزن الزائد والبدانة، وأيضا إلها فوائد هواية راح أسويلكم فيديو قريبا عنها بالتفصيل. أشكركم على استماعكم وأشوفكم بالفيديوهات القادمة، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبولي بالتعليقات، وإذا عندكم موضوع تحبون نحكي عنه أيضا اكتبولي بالتعليقات. دمتم بخير.